نكمل مع بعض يا دكاترة. ازاي اقدر احكم على المركب اللي عندي ده انه اروماتيك او لا؟ ازاي اعرف او احدد المركب اللي عندي ده انه اروماتيك او لا؟ الله، انتي مش يا دكتور لسه قايله من شويه ان الاروماتيك كومباوندز دي هي اللي ليها ريحه، وهي اللي عندها كل البوندز سواء دبل او سيجما بيكونوا قد بعض، وهي اللي بتدخل تفاعلات substitution reaction مش addition برغم ان هي عندها دبل بوند، وهي كمان اللي بتعمل ريزيستنس للاكسيديشن والريدكشن رياكشنز مش بتدخل في تفاعلات الريدوكس. تمام؟ مش كل دي حاجات تخليني اعرف اذا كان المركب بتاعي ده اروماتيك ولا لا؟ هقولك ايوه مظبوط، ولكن انا دلوقتي عايزه احدد المركب من قبل ما ادخله في تفاعل. هو انا لسه هدخل المركب في تفاعل عشان اعرف بعد كده ان هو اروماتيك ولا لا؟ لا، انا عايز احدد الكومباوند بتاعي من قبل ما ادخله في تفاعلات، احدده كده بس من رسمتي. اول ما اشوف الكومباوند مرسوم اقول ده اروماتيك او مش اروماتيك. طيب مبدئيا كده احنا عندنا 3 مسميات للمركب. تمام؟ 3 مسميات للمركب. اول مسمى هو aromatic compound، وده بيبقى اعلى stability فيهم. تاني مسمى هو non aromatic. تمام؟ وده stability اقل شويه. واخر مسمى هو anti aromatic. تمام؟ وده اقل واحد في الاستابيليتي. يبقى انا عندي 3 مسميات للمركب بتاعي، يا اما aromatic يا اما non aromatic يا اما anti aromatic. جميل. قالك ايه بقى؟ الاروماتيستي او الاروماتيك كومباوندز نقدر نقول كده عاملين زي نادي ما بينهم. والله النادي بتاعنا ده ليه 4 شروط، لو حققتهم تقدر تتفضل تبقى عضو في النادي بتاعنا، ونقدر نقول عليك اروماتيك كومباوند وتاخد كل الصلاحيات والمميزات بتاعتنا. تمام؟ يبقى انا عندنا الاروماتيك كومباوندز عامله لنفسها كده 4 شروط. تمام؟ بنبتدي كده نعمل تشيك على شرط شرط. والله الاول تمام، التاني تمام، التالت تمام، الرابع تمام، كله تمام، مبروك عليك انت بقيت واحد مننا وبقيت اروماتيك كومباوند. شرط واحد منهم اختل، ساعتها ما بقتش اروماتيك كومباوند. تمام؟ طيب ايه بقى يا دكتور ال4 شروط دي؟ قالك اول شرط ان يكون الكومباوند بتاعي سايكليك كومباوند، يكون حلقه. زي في حاله البنزين هنا انا عندي 6 كربونات لافين على بعض وماسكين في بعض وعاملين حلقه. تمام؟ يبقى ده اول مركب عندي، انه يكون المركب اصلا سايكليك. والله بقى انت جيت لي هنا وكنت مركب وعندك دبل بوند وكل حاجه بس مش قافل على بعضك ومش عامل حلقه، لا انت كده بالنسبه لي اسايكليك، انت كده بالنسبه لي نوت اروماتيك. تمام؟ طالما انت اسايكليك كومباوند انا خلاص مش هجرب اصلا اشوف بقيه الشروط، انت اول شرط عندك اختلف خلاص. طيب ايه تاني شرط يا دكتور؟ قالك تاني شرط ان المولكيول بتاعي يكون بلانر. يعني ايه بلانر؟ قالك بلانر دي يعني الكربونات بتاعته تكون sp2 hybridized. تكون ايه؟ sp2 hybridized، وهنشرحها اكتر بالتفصيل. طيب تالت شرط قالك ان يكون المركب بتاعي completely conjugated، يكون فيه conjugation كامل. يعني ايه بقى موضوع الكونجيوجيشن ده؟ قالك الكونجيوجيشن ده يعني ان انا يكون عندي دبل بوند سنجل بوند، دبل بوند سنجل بوند، دبل بوند سنجل بوند. تمام؟ ينفع دبل سنجل سنجل دبل؟ لا. ينفع سنجل سنجل دبل سنجل؟ لا. لازم يكونوا ورا بعض، دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل. تمام؟ ساعتها اقدر اقول على المركب بتاعي ده completely conjugated. تمام؟ يبقى انا دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند، ساعتها اقدر اقول عليه conjugation. هنا مثلا في الحاله دي عندي دبل سنجل دبل سنجل سنجل سنجل، لا سوري انت كده مش اروماتيك. عندي هنا دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل سنجل، لا برضو انت كده مش اروماتيك. تمام؟ طيب قالك ايه بقى؟ اول 3 شروط دول لو واحد منهم اختل ساعتها هسمي المركب بتاعي non aromatic، اللي هو المسمى التاني. يبقى احنا كنا قايلين ان احنا عندنا 3 مسميات، عندي اروماتيك ونون اروماتيك وانتي اروماتيك. قلنا الاروماتيك ليه 4 شروط. تمام؟ اول 3 شروط منهم لو واحد فيهم اختل بسميه ساعتها ايه؟ نون اروماتيك، اللي هو المسمى التاني.
طيب امتى بقى اقول على المركب بتاعي انتي اروماتيك؟ لسه بقى هنشوف. الشرط الرابع لو تم بقيت اروماتيك، لو ما تمش يبقى انت انتي اروماتيك. ايه بقى يا دكتور الشرط الرابع؟ الشرط الرابع بتاعنا بقى اسمه ايه؟ قالك اللي حط الشرط الرابع عالم اسمه هوكل، وعمل قاعدة اسمها هوكلز رول. تمام، هوكلز رول. الهوكلز رول دي بتقولك ايه بقى؟ بتقولك 4n بلس 2 بتساوي باي الكترون. يعني ايه الكلام ده؟ اقولك، خلينا الاول نقول القاعدة كلها وبعد كده ندي مثال نفهم عليه. طيب، كل شحنة سالبة هنديها 2، وكل شحنة موجبة هنديها 0. تمام، وكل دبل بوند هنديها 2. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ هقولك، قالك القاعدة بتاعتي عبارة عن ايه؟ احنا قايلين 4n بلس 2 بتساوي باي الكترون. المفروض بقى بنعمل ايه؟ المفروض ان احنا الباي الكترون دي انا بحسب المركب بتاعي واحاول اطلع قيمة ال n. والله لو قيمة ال n طلعت رقم صحيح هول نمبر كده، مبروك عليك المركب بتاعك اروماتيك. طلعت كسر، لا كده انتي اروماتيك. تعالوا ناخد البنزين كمثال. لو انا عندي مثلا حلقة البنزين اهي، تمام، دي دبل سنجل دبل سنجل دبل، تمام، وعايز اطبق القاعدة بتاعتي 4n بلس 2 بتساوي باي الكترون. طيب القاعدة بتقولك ايه؟ كل شحنة سالبة هتاخد رقم 2. عندك هنا شحنة سالبة؟ لا. طيب كل رابطة باي هتاخد 2. انا عندي هنا كام رابطة باي؟ عندي 1 2 3، يبقى 3 في 2 ب6. يبقى انا 4n بلس 2 بتساوي 6. تمام، كل شحنة موجبة هتاخد 0. عندك اي شحنات موجبة؟ لا، يبقى 0. تمام، هبتدي اجمع واحل الايكويشن اللي عندي. انا كده عملت ايكويشن اسمها 4n بلس 2 بتساوي 6. ليه 6 يا دكتور؟ عشان انا عندي 3 رابطة باي، والقاعدة بتاعتي بتقول ان كل رابطة باي بتاخد رقم 2. كل رابطة باي بحسبها ب2. انا عندي 3 يبقى انا هحسب كام؟ 6. يبقى انا عندي الايكويشن بقت 4n بلس 2 بتساوي 6. طيب هعمل ايه؟ هطلع قيمة ال n. يبقى 4n بتساوي 6 ناقص 2 ب4، يبقى ال n بتساوي 4 على 4 بتساوي 1. يبقى انا كده عندي ال n بقت هول نمبر، رقم صحيح ما فيهاش كسور. اذا البنزين بتاعي هو اروماتيك. اذا البنزين بتاعي اروماتيك. ليه اروماتيك يا دكتور؟ علشان ال n طلعت بهول نمبر. تمام، ناخد مثال تاني. طيب ده كده سايكلو بروبينايل اناين. سايكلو بروبينايل اناين. هعمل القاعدة بتاعتي. القاعدة بتقول ايه؟ 4n بلس 2 بتساوي باي الكترون. تمام، طيب غير اللون كده. قالك كل شحنة سالبة هتاخد، برافو، هتاخد 2. تمام، انا عندي كام شحنة سالبة؟ عندي واحدة، يبقى هتاخد 2. وعندي كل باي بوند هتاخد 2. عندي كام باي بوند؟ عندي واحدة، يبقى 2. وعندي كل شحنة موجبة هتاخد 0. عندي اي شحنات موجبة؟ لا، يبقى انا ال 4n بلس 2 بتساوي 4. نكمل. يبقى ال 4n بتساوي 4 ناقص 2 ب2، يبقى ال n بتساوي 2 على 4 اللي هي نص. يبقى ال n عندي طلعت كسر، ما طلعتش رقم صحيح. اذا يبقى السايكلو بروبينايل اناين ده ماله يا فندم؟ مش اروماتيك.
مش اروماتيك. طب هنا بقى هسميه ايه؟ هسميه نون اروماتيك ولا اسميه انتي اروماتيك؟ قالك تعالى راجع معايا الاربع شروط بتوعتنا. اول شرط كان بيقولك ايه؟ المركب لازم يكون، برافو، سايكل. هل ده سايكل؟ يبقى اول شرط تم. طيب تاني شرط، قالك تاني شرط ان المركب يكون conjugated، يعني دبل سنجل دبل سنجل. طب هل ده دبل سنجل دبل سنجل؟ لا، بس ده في ميزة، وهي ايه؟ وجود النيجاتيف اين دي، في ميزة وهي ايه؟ وجود النيجاتيف اين دي بتحل محل الكونجوجيشن، بتخلي الكربونة اللي هنا SB2. واحنا كنا قايلين ان ال SB2 هايبردايزد، لما كل الكاربونز تكون SB2 هايبردايزد ده معناه ان الكومباوند بتاعي بلانر وكونجوجيتد. تمام، فكده يعتبر هو كده حاصل له كونجوجيشن. تمام. طيب تالت شرط انه بلانر، احنا قلنا طالما SB2 يبقى بلانر، يبقى تالت حاجه، يبقى هو كده مش نون اروماتيك. احنا كنا قايلين لو شرط من اول 3 شروط اختل هسميه نون اروماتيك. تمام، هو كده اول 3 شروط مظبوطين، يبقى انا كده محتاره ما بين اسمين، يا اما اروماتيك يا اما انتي اروماتيك. وقلنا الفيصل ليا اللي هيعرفني الفرق ما بين الاروماتيك والانتي اروماتيك هو اخر شرط اللي هو هوكلز رول. هوكلز رول قالت لك ايه؟ احسب قيمة الان، لو الان طلعت رقم صحيح يبقى اروماتيك، لو الان طلعت كسر يبقى انتي اروماتيك. يبقى انا كده المركب بتاعي اللي هو سايكلوبروبينايل اناين، احنا حسبنا له الان طلعت بكام؟ طلعت بنص، ده معناه ان المركب ده انتي اروماتيك. برافو عليكم. ناخد مثال تاني يا دكتور. طيب ده كده عندي المركب ده اسمه ايه؟ سايكلو بيوتان دايين. برافو عليكم، سايكلو بيوتان دايين. طيب اشوف اول شرط، هل هو سايكليك؟ تم. تاني شرط، هل هو بلانر؟ تم. تالت شرط، هل هو completely conjugated؟ والله كده انا عندي دبل سنجل دبل سنجل. يبقى اول 3 شروط مظبوطين. اخش على الشرط الرابع اللي هو ايه؟ 4n بلس 2 بتساوي باي الكترونز. اسمها ايه القاعدة دي؟ اسمها هوكلز رول. ماشي، القاعدة بتقول لي ايه؟ اي شحنة موجبة 0، اي شحنة سالبة 2، اي ربط باي 2. هل انا هنا عندي شحنة موجبة؟ لا. هل انا عندي هنا شحنة سالبة؟ لا. عندي ايه؟ عندي 2 ربط باي، 2 في 2 ب4، يبقى انا عندي المعادلة بتاعتي 4n بلس 2 بتساوي 4. تمام، احل المعادلة عشان اطلع الn بكام. طيب يبقى انا عندي 4n بتساوي 4 ناقص 2 ب2، يبقى انا عندي الn بتساوي 2 على 4 اللي هي بنص. ده كده ايه؟ رقم صحيح ولا كسر؟ لا ده كسر، يبقى المركب بتاعي انتي اروماتيك. تمام كده يا دكاترة، اعتقد كده وضحت باذن الله. يبقى انا اول حاجة بشوف اول 3 شروط عندي، والله لقيت المركب بتاعي سايكليك يبقى انا كده اول شرط تم. لقيته بلانر يبقى تاني شرط تم. لقيته completely conjugated يبقى تالت شرط تم. يبقى هو كده ايه؟ يا اما اروماتيك يا اما انتي اروماتيك. لقيت واحدة في النص ما تمتش يبقى هو كده اكيد نون اروماتيك. تمام تمام. طيب ادخل على رابع شرط، 4n بلس 2 بتساوي باي الكترون. يعني ايه؟ يعني انا بحسب الباي الكترونز دي، بحسبها ازاي؟ قالك والله عندك اي شحنة سالبة احسب الواحدة ب2، عندك اي شحنة موجبة احسب الواحدة ب0، عندك اي باي
بوند احسب الواحدة ب2 وابتدي حل الايكويشن بتاعتك وطلع قيمة ال N. يبقى كده عندك حل من 2، يا اما ال N هتطلع whole number، تمام، يا اما هتطلع كسر. لو whole number يبقى المركب بتاعك aromatic، لو طلع كسر يبقى انتي aromatic. تمام. طيب في حاجة بقى كده تركاية. ايه التركاية دي يا دكتور؟ قالك لو انا عندي مركب زي ده، ده اسمه ايه الاول؟ سايكلو بنتا عشان 5 كربونات، داي اين عشان 2 دبل بوند. طيب عندي المركب اللي قدامنا ده سايكلو بنتا دايين. المركب ده خلونا كده نعرف الاول هل هو اروماتيك ولا نون اروماتيك ولا انتي اروماتيك. ابتدي اعمل مع بعض التشيك ليست بتاعتنا. والله اول شرط ان هو سايكليك، ده سايكليك تمام. تاني شرط انه يكون بلانر، هل ده بلانر؟ تمام. تالت شرط انه يكون فيه completely conjugation، يعني دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل. هل ده كده متحقق؟ قالك عندي دبل سنجل سنجل دبل سنجل، يبقى انا كده ما عنديش conjugation. طيب يبقى هو كده المفروض المركب ده عبارة عن برافو نون اروماتيك. ليه نون اروماتيك؟ علشان اول 3 شروط اختل منهم شرط، واحنا قلنا مع بعض ان طالما شرط من اول 3 شروط اختل بيبقى ساعتها المركب بتاعي اسمه نون اروماتيك. تمام. هنعمل بقى كده زي تركاية او تحايل على الموضوع، ونحاول نحول المركب اللي قدامنا ده السايكلوبنتادايين ده لمركب يكون فيه completely conjugation. يعني انا دلوقتي هحاول اخلي الشرط بتاع الكونجيوجيشن يتحقق عن طريق ايه؟ قالك لو كل الكربونات sp2 hybridized يبقى كأنه completely conjugated. طب دي هنعملها ازاي يا دكتورة؟ قالك عن طريق ان انت تحول الكومباوند بتاعك ده بتاعنا ده كده اهو، احوله ان يبقى فيه الكربونايه هنا، دي الكربونايه دي اللي هنا هي دي اللي فيها مشكله، هي دي كلهم هنا sp2 هايبردايزد الا الكربونايه دي. انا عايز بقى احول الكربونايه دي ل sp2. احولها ازاي؟ عن طريق ان انا هشيل اتش بروتون، واخلي المركب بتاعي كده اهو دبل بوند اهو، وهنا هيبقى في اتش ونيجاتيف تشارج. النيجاتيف تشارج دي هي كأنها الدبل بوند اللي عاملالي فراغ هنا، كأنها ايه الدبل بوند. يعني انا كأني النيجاتيف تشارج دي دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل. ازاي يا دكتور؟ اقولك، كأن النيجاتيف تشارج دي هي كده دبل بوند، وعندي سنجل هنا دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل وهكذا. يبقى انا كده حولت المركب بتاعي من نون اروماتيك او من مفيهوش كونجيوجيشن الى كومبليتلي كونجيوجيتد. تمام. يبقى كده اول 3 شروط اتحققوا. اجي بقى اشوف الشرط الرابع اللي هو ايه؟ اللي هو الهوكلز رول. برافو 4n بلس 2 بتساوي باي الكترون. تمام. طيب عندي هنا قالك كل نيجاتيف تشارج برافو ب2، يبقى عندي 2. كل باي بوند ب2، عندي هنا 2 باي بوند، 2 في 2 ب4 يبقى عندي 4. كل بوزيتيف تشارج ب0 ما عنديش، يبقى انا عندي 4n بلس 2 بتساوي 6. يبقى 4n بتساوي 6 ناقص 2 ب4، يبقى ال n بتساوي 1. ده كده ايه؟ ده هول نمبر. يبقى كده المركب بتاعي اروماتيك. يبقى انا قدرت احول من مركب انتي اروماتيك سايكلوبنتادايين، قدرت احوله لمركب اروماتيك عن طريق ايه؟ هو كانت مشكلته في الكونجيوجيشن بس. كانت مشكلته فين؟ في الكونجيوجيشن بس.
كان اول شرط متحقق اللي هو السايكل، وتاني شرط اللي هو البلانر متحقق. كانت مشكلتي بس في الكونجيوجيشن، فعشان كده كان نون اروماتيك. عملنا ايه في المشكله دي؟ حولت الكربونايه اللي ما كانش عندها كونجيوجيشن حولتها ل SB2 هايبردايزد. عملتيها ازاي يا دكتور؟ عن طريق ان انا شلت منها ذره هيدروجين. فلما شلت منها ذره هيدروجين سابت لي مكانها نيجاتيف اين، وبقى المركب بتاعي اناين. تمام. فبقت النيجاتيف تشارج دي بالنسبه لي بدل الدبل بوند اللي ناقصه في الكونجيجيشن، فبقى المركب بالنسبه لي دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل، يعني كده في كونجيجيشن. يبقى اول 3 شروط متحققين. ابتدي بقى اشوف رابع شرط اللي يعرفني اذا كان هو اروماتيك ولا انتي اروماتيك. لقينا ان 4n plus 2 بتساوي 6. تمام. طلعنا قيمة ال N لقيناها طلعت برقم صحيح بواحد، اذا يبقى المركب بتاعي اروماتيك. ناخد مثال تاني. عندي المركب ده سايكلوهيبتا تراي إين. تمام. عبارة عن 7 كربونات. طيب نبتدي بقى نشوف المركب ده اروماتيك ولا نون ولا انتي. اول 3 شروط. اول حاجة سايكليك، مظبوط. تاني حاجة بلانر، مظبوط. تالت حاجة conjugation. تعالى كده نشوف. عندي دبل سنجل دبل سنجل سنجل دبل. لا، يبقى هنا مفيش completely conjugation. ليه يا دكتور؟ علشان عندي سنجل سنجل دبل، مينفعش، لازم دبل سنجل دبل سنجل. طيب عايز احوله، يبقى انا طالما مشكلتي في الكونجيوجيشن بس اقدر احوله من نون اروماتيك. هو كده بالنسبه لي ده نون اروماتيك. طيب عايز احوله من نون اروماتيك لاروماتيك. طيب الدكتوره قالت لنا ان انا الكربونايه اللي هي مش SB2 اللي هي عندها سنجل سنجل دي، لو حولتها ل SB2 ساعتها هيبقى في conjugation. والدكتوره برضو قالت لنا ان احنا هنحولها عن طريق ان انا هشيل H واسيب هنا ايه؟ نيجاتيف اين. هشيل H بروتون واسيب مكاني نيجاتيف اين. طيب تعالوا نجرب. يبقى انا المركب بتاعي هيبقى، انا المركب بتاعي حولت الكربونايه دي ل SB2 هايبردايزد، فبقت النيجاتيف تشارج بالنسبه لي زي الدبل، فبقت دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل. تمام كده؟ تمام. ابتدي بقى كده. يبقى انا كده اول 3 شروط عندي اتحققوا، بلانر وسايكل وكونجيوجيشن. طيب ابتدي اعمل الرول بتاعتي 4n plus 2 بتاعت هوكلز علشان اشوف بقى المركب بتاعي ده نظامه بالظبط. 4n plus 2 بتساوي باي الكترون. طيب يلا قولوا انتوا بقى. انا عندي 4n plus 2 بتساوي كل نيجاتيف تشارج ب2 2، كل باي بوند ب2. عندي هنا 3، عندي 3 باي بوند، يبقى 3 في 2 بكام؟ ب6. تمام. كل بوزيتيف تشارج ب0. عندي بوزيتيف تشارج لا، يبقى 4n plus 2 بتساوي 8. يبقى 4n plus 2 بتساوي 8. تمام. نكمل. يبقى ال n عندي هتبقى بكام؟ 4n هتساوي 8 ناقص 2 ب6، يبقى ال n 6 على 4 هتساوي 3 على 2 اللي هي 1.5. كده ال n بتاعتي 1.5، يعني كسر. يبقى انا المركب بتاعي ده كده ايه؟ مش اروماتيك. امال ايه يا دكتور؟ كده المركب بتاعي انتي اروماتيك. ليه انتي اروماتيك؟ علشان ال N طلعت بكسر. طيب قال لك لا، انا برضو عايز احوله لاروماتيك كومباوند. يعني ايه في الاخر بعد ما حاولت احل مشكله الكونجيجيشن تروح مطلع لي في الاخر ان انت انتي اروماتيك؟ استفدت انا ايه؟ قال لك ممكن اجرب طريقه تانية. ازاي؟ لو انا المركب بتاعي كده اهو، البوند هنا دبل بوند، بدل ما تشيل اتش بروتون وتحط نيجاتيف تشارج، لا، شيل اتش اناين وحط بوزيتيف تشارج مكانه. ازاي؟ اقولك. تعالوا كده نجرب. عندي المركب بتاعي اهو، هيبقى ازاي بقى؟ هيبقى
وهنا هيبقى اتش بوزيتيف تشارج. كده انا شلت ايه؟ شلت منه اتش اناين، شلت منه اتش اناين. تمام، جرب كده. يبقى انا كده الثلاث شروط عندي اتحققوا خلاص. هنجرب ايه؟ هنجرب الشرط الاخير اللي هو 4n+2. يبقى 4n+2 بتساوي كل نيجاتيف تشارج ب2. انا ما عنديش هنا نيجاتيف تشارج. طيب كل بوزيتيف تشارج ب0 يبقى 0. كل باي بوند ب2، عندي 3 باي بوند يبقى 2 في 3 ب6. يبقى ال 4n+2 ب6. تمام، نكمل. يبقى ال 4n بتساوي 6، شلنا منها 2 ب4، يبقى ال n بتساوي 1. يبقى كده المركب بتاعي بقى اروماتيك. ليه بقى اروماتيك؟ علشان ال n طلعت برقم صحيح. تمام، يبقى تاني انا كان عندي مركب اسمه سايكلوهيبتاترايين. عندي مركب اسمه سايكلوهيبتاترايين، جيت اجرب عليه الثلاث شروط بتاعتي، لقيته عنده مشكله واحده بس، اللي هي ايه؟ اللي هي الكونجيوجيشن. فاحنا قلنا ان انا ممكن اتحايل على الموضوع ده طالما المشكله في الكونجيوجيشن بس، عن طريق ان انا اشوف الكربونه اللي عندها سنجل دي واحولها ل sp2 هايبردايز. هتحوليها ازاي يا دكتوره؟ قال لك في طريقتين، يا اما هشيل منها اتش بروتون واسيب نيجاتيف تشارج، يا اما هشيل منها اتش اناين واسيب مكانها بوزيتيف تشارج. تمام، طيب جربنا اول حاجه وان احنا شلنا اتش بروتون وسيبنا نيجاتيف تشارج مكانها. تمام، ابتدي بقى اجرب هوكلز رول. الهوكلز رول بتقول لك ايه؟ بتقول لك 4n+2 بتساوي باي الكترون. تمام، كل نيجاتيف تشارج بديها 2، وكل بوزيتيف تشارج بديها 0، وكل باي بوند بتاخد 2. عندي هنا نيجاتيف تشارج واحده ب2 و3 باي بوند ب6، يبقى 4n+2 بتساوي 8. تمام، ابتدي اطلع قيمه ال n. طلع عندي هنا ال n ب1.5، يعني كسر. اذا المركب بتاعي ده انتي اروماتيك. يبقى كون ان انا اشيل من السايكلوهيبتاترايين اتش بروتون واسيب مكانه نيجاتيف تشارج، ده مش هيحوله لاروماتيك كومباوند. خلاص، يبقى نجرب الحل التاني. ازاي؟ هشيل بقى منه اتش اناين واسيب مكانها ايه؟ بوزيتيف تشارج، فحولناه كده للمركب ده. تمام، ابتدي بقى جرب تاني هوكلز رول بتاعتك كده. قال لك 4n+2 المره دي بقى هتساوي 6. ليه؟ علشان البوزيتيف تشارج بتاخد 0 وما عنديش اي نيجاتيف تشارج، والثلاثه باي بوند بتاعتي هياخدوا 2 في 3 ب6. يبقى ال 4n بتاعتي بتساوي 4، يبقى ال n طلعت ب1. اذا قدرت احول السايكلوهيبتاترايين، حولته من نون اروماتيك حولته لاروماتيك كومباوند، عن طريق ان انا شلت ايه؟ عن طريق ان انا شلت اتش اناين منه 6 مكانها بوزيتيف تشارج. المركب بقى ده اللي فيه بوزيتيف تشارج ده بنسميه ايه يا دكتور؟ بنسميه تروبيليوم كاتاين. بنسميه ايه؟ بنسميه تروبيليوم كاتاين، عبارة عن C7H7 بوزيتيف. تمام. هنا في المحاضرة بتاعتنا بيشرح نفس الشرح بالظبط، دي القواعد اللي احنا ذكرناها مع بعض. هنا اهو تاني بيشوف البنزين هو اروماتيك ولا لا هو سايكليك وبلانر وكونجيوجيتد. طبق الهوكلز رول بتاعته، لقى ان ال n طلعت ب1، اذا هو اروماتيك. تمام، فدي كل اللي احنا شرحناه. نيجي هنا للتروبيليوم كاتاين اللي اتكلمنا عنه. بيقولك السايكلوهيبتا تراي اينايل اللي هو ايه؟ اللي هو تروبيليوم كاتاين. ده كان عبارة عن سايكلوهيبتا ترايين عادي جدا، بس احنا كنا عايزين نحوله لاروماتيك كومباوند، فحولنا الكربونة اللي هي ما عندهاش كونجيوجيشن حولناها ل sp2 هايبردايزد علشان يبقى كاتاين ويقدر يبقى اروماتيك. معلومة برضو ليكم يا شباب، اعرف منين يا دكتور ان الكربونة دي sp3 او sp2 انت عمالة تأكدي على ان
طول ما الكربونه Sp2 يبقى هو كده conjugated او hybridized والدنيا تمام. اعرف منين اساسا الكربونه دي Sp3 او Sp2؟ معلومه ليكم علشان تبقوا عارفينها وانتوا بتحلوا. لو الكربونه بتاعتي ماسكه في 2 هيدروجين اتومز يبقى دي كده Sp3 ما فيهاش conjugation، تمام. لكن لو الكربونه بتاعتي ماسكه في 1 هيدروجين اتوم يبقى هي Sp2. اديكم مثال، عندي البنزين، تمام، دبل سنجل دبل سنجل دبل، تمام. كل كربونه هو عباره عن C6H6، يبقى كل كربونه ماسكه في كام؟ ماسكه في 1 هيدروجين اتوم، اذا يبقى الكربونات بتاعته Sp2. لكن في حاله مثلا السايكلوبنتادايين، تمام، انا عندي كده اهو احسبوا كده معايا الكربونات. انا عندي هنا كربونه ماسكه في كام هيدروجين؟ 1 2 3، ماسكه في واحده بس، تمام. عندي هنا ماسكه في واحده بس، عندي هنا ماسكه في واحده بس، هنا في واحده بس، لكن دي ماسكه في كام؟ ماسكه في 2 هيدروجين. يبقى الكربونايه دي Sp3، يبقى الكربونايه دي Sp3. عشان كده هي دي الكربونايه اللي انا هعمل عندها ايه؟ اللي انا هشيل منها الهيدروجين، تمام، واحط مكانها نيجاتيف بقى تشارج او بوزيتيف تشارج على حسب انتوا شلتوا ايه، عشان احول المركب بتاعي لاروماتيك كومباوند، تمام. فيبقى هنا كده عندي هيدروجين وعندي نيجاتيف تشارج. اذا بقت الكربونايه دي ماسكه في كام؟ ماسكه في هيدروجينيه واحده، يبقى انا حولتها كده من Sp3 ل Sp2، بقت conjugated، تمام. عشان تفهموا الفرق امتى اعرف ان الكربونايه دي Sp3 ولازم احولها ل Sp2 علشان اخلي المركب بتاعي conjugation. لو الكربونايه ماسكه في 2 هيدروجين، يبقى تاني لو الكربونايه ماسكه في 2 هيدروجين يبقى دي كده كربونايه Sp3 ولازم اشيل منها H بروتون او H اناين علشان احولها لكربونايه ماسكه في هيدروجينيه واحده، ساعتها تبقى Sp2 وتبقى conjugated. فبيقول لك هنا ان السايكلوهيبتاترايين هو مش اروماتيك كومباوند، ولكن بعد ما بناخد منه ال H ونحوله لكاتاين، لما بناخد منه الهيدرايد اين ونحوله لكاتاين، ساعتها السايكلوهيبتاتراي اينايل كاتاين هو اللي بيبقى اروماتيك كومباوند. هنا نفس الكلام برضو، السايكلو بروبينايل كاتاين. خلاص بقى احنا عرفنا الطريقه. اي كومباوند عندي بشوف اول 3 شروط، لو لقيت اول شرطين مظبوطين بلانر وسايكليك، المشكله الوحيده بس في الكونجيوجيشن، ساعتها بشوف الكربونه اللي هي بتكون Sp3 بحولها لكربونه Sp2 هايبردايز، سواء بقى اناين او كاتاين، علشان احولها لاروماتيك كومباوند. طيب ده كله نفس الكلام. نيجي هنا عند الانيولين، نفس الكلام بالظبط. بيقولك ان هي بنعملها نفس معاملة البنزين او الكومباوندز التانية، هي بس بتبقى الفكرة ان هي مختلفة عن البنزين او الاروماتكس، ان هي بتكون عندها اعداد اكبر من الكربونز، يعني 14 كربون 18 كربون وهكذا. فبيقولك انه طالما هي مستوفية كل الشروط بتاعتنا، ان هي تكون بلانر وان هي تكون conjugated وان هي تكون سايكليك، تمام، هطبق عليها قاعدة ال4n+2 واشوف ال n هتطلع بكام. والله طلعت برقم صحيح، خلاص مبروك، هي بقت aromatic compounds. بيقولك ان التسمية بتاعتها بتكون عبارة ان انا بذكر بس اعداد الكربون في الاول، واخر كلمة او البيرنت بتاعها بيكون كلمة انيولين، ما فيهاش اي حاجة. احنا طبقنا مع بعض النهاردة اكتر من مثال، بالتوفيق يا دكاترة ان شاء الله.